بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب، امين يا رب العالمين. حبايبي واخواتي واصحابي بتوحشوني، ببقى عاوزة اعمل اي حاجة عشان اطلع اتكلم معاكم ونقعدوا نعملوا مع بعض. الاكل بيبقى جميل وسهل وبسيط، غير لما بعمل اي اكل لوحدي بحس كده ان انا ايه، لا في حاجة ناقصاني. انتوا حبايبي والله ربنا يبارك لي فيكم وما نحرمش منكم. لما بقعد كده اسمع اقرا كومنتاتكم واشوفكم كده ويعني كاتبين لي كلام يكبر الخاطر، بدعي لكم والله، بدعي للكل والله والله العظيم، عشان زي ما بدعي لكم ان شاء الله ربنا بيقول ولك بالمثل. كل اللي بيدعي لحد الملائكه بترد عليه وتقول ايه ولك بالمثل. فندعوا لبعض كده حبايبي ونشجعوا بعض، ربنا يكرمني ويكرمكم يا رب. ما تنسوش حبايبي تعملوا اللايك. النهارده حبايبي هعمل لكم وصفه حلوه قوي. انا مثلا جايه مستعجله وعاوزه اعمل شويه رز على ملوخيه كده بسرعه للولاد ياكلوهم، عشان انا مثلا كنت في مشوار، انا رايحه مشوار كده يعني. طيب انا مثلا لسه هجيب لكم ملوخيه واقطفها واخرطها ومش عارفه ايه، وما عنديش ملوخيه انا مفرزاها. ممكن اجيب كيس ملوخيه زي اللي انا جايباه ده، مش وحش والله، جميل جدا وانا مجرباه كم مره زي الفل. فانا ايه هعمل معاكم الملوخيه اللي جماده دي بطريقه جميله وسهله وبسيطه وحلوه قوي والله، وهتعجبكم. وطعم الملوخيه جميل، بس هاتيها ملوخيه حلوه يعني مجمده كويسه، نوعها كويس، وهتشتغل معاك وهتبقى زي الفل. وهنعملوها وهتبقى سهله وبسيطه. يلا حبايبي، على النار حطيت شويه شوربه، انا كان عندي شويه شوربه كده عندي، حطيتهم يسخنوا شويه. هاخد الكيس بتاع الملوخيه ده وهفكه على النار لوحده. هفكه كنت فكه صغيره بس عشان هو مجمد قوي، هفكه وتعالوا نشوف هنعمله ايه. يلا بصوا حبايبي، اهو الشوربه اهي غلت كده زي ما انتم شايفين اهي. اول ما تغلي كده احط عليها معلقه صلصه اهي. خلاص قلبي معلقه صلصه، اي معلقه صلصه عندك صلصه معموله، صلصه لسه هتعمليها. يلا اهي وهي بتغلي كده بعد معلقه الصلصه هحط ايه، حته تومه كده قد ربع معلقه كده، ايه تومه نيه ماشي. واسيبها بقى ايه تاخد وتدي برضو معاها كده وتغلي معاها كده. التومه النيه هتدي بقى للملوخيه طعم رائع. يلا ماشي. انا ايه شايفين كده، انا ايه فككت الملوخيه اهي. بصوا الملوخيه فككتها كده خلاص، فككتها على البوتاجاز كده اهي زي ما انتم شايفين كده. انا فككتها كده اهو، خليتها سايله كده اهي. خلاص هحطها بقى على الشوربه واوطي بس النار عشان ايه الملوخيه ما تعملش. احطها على الشوربه بعد ما غلت الغلوتين دول بالثومه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم اهو. خلاص وهتقلب فيها واوريكم. بصوا حبايبي، انا لما تغلي الملوخيه حطيت في طاسه على النار معلقه ثوم اهو، معلقه ثوم كده زي ما انتم شايفين، وعليها الكزبره الناشفه. هنعمل بقى، هنقعد نحمر بقى الطشه دي على الملوخيه زي ما انتم شايفين كده. الملوخيه بدات ان هي ايه تقلب، اول ما احس ان هي هتقلب كده بصوا كرامها، بصوا حلاوتها والله جميله 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 منجزه بسرعه، طعمها رائع. عاوزه بقى تتخني عن كده ماشي، انا خدتها سايله عن كده شويه عشان ولادي هياكلوها بالرز. يلا ايه نحمر الطشه. بصوا حبايبي اهي، اول ما قلت رحت انا عامله ايه طفي عليها. يلا الطشه بقى كده عليها وهقلب. بصوا حبايبي بقى اهو، بصوا الطشه الجميله دي بقى، بصوا الحلاوه دي اهو، بقيت بقى روعه. انا لحوست الدنيا وبهدلت الدنيا عشان بشتغل بايد واحده. بصوا اهو، بصوا بقى قوامها وحلاوتها، بصوا والله العظيم روعه منجزه. انا مثلا مستعجله زي ما انا قلت لكم، يبقى انت هتعملي ايه الملوخيه دي بس هاتي نوع كويس. خلاص ريحتها روعه روعه روعه، انا بحبها زي ما قلت لكم. عايزين نطحنوا على كده بس نقصوا الشوربه
عايزين تخلوها زي اصل احنا هناكلوها برز. بتاعت الرز بتبقاش تخينه، بتاعت العيش بتبقى اتخن سنه. بصوا، ولا سقطت ولا اي حاجه، وزي الفل اهي. يلا نغرفوها مع بعض ونشوفوها. بصوا حبايبي بقى، بصوا على الجمال ده وهو بيتصب كده. بصوا بصوا قوامها، بصوا القوام ده. ايه رايكم بقى؟ بصوا لونها زي ما يكون خضرة بالظبط، زي ما يكون خضرة ومقطفينها وعاملينها. بصوا الجمال. دي اسرع ملوخيه والله، وجميله ونضيفه. بس زي ما قلت لك هاتيها من حاجه يعني شركه كويسه. خلاص، واعمليها بالطريقه الجميله دي وشموا ريحتها وطعمها رهيب. وزي ما قلت لك بصوا اكنها خضره ومتخرطه وزي الفل. دي الملوخيه المنجزه مع شويه رز بقى وشويه مخلل كده للولاد، هيعجبهم باذن الله. يلا اعملوها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. ما تنسوش حبايبي تعملوا لي لايك، اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الملوخيه المجمده اللي الناس كلها بتخاف تجيبها وتخاف تعملها تسقط منهم ولا حاجه. عملناها بسهوله، وعاوزه تقنيها عن كده قللي الشوربه. بس انا شايفه ان القوام ده جميل، حتى لو هتاكلها رز جميل في كلتا الحالتين. اعمليها وجربيها وبألف هنا وشفا على قلوبكم. اشوفكم على خير حبايبي. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في قناتي، واللي لسه ما اشتركتوا اكتبوا لي في الكومنتات. اشوفكم على خير في وصفه احلى واحلى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.